لو فتحت اي موقع بروفيشنال دلوقتي هتلاقي فيديوهات يوتيوب جوه الصفحه او خرائط جوجل معروضه بشكل مباشر، وكتير من المحتوى مش موجود اصلا على الموقع نفسه. السؤال هنا ازاي المطورين بيقدروا يعرضوا محتوى من مواقع تانية داخل صفحتهم، وكمان ليه عنوان الصفحه بينزل سطر لوحده ولينكات او الصور بتفضل جنب بعض. في الدرس ده هنجاوب على كل الاسئله دي. في الدروس اللي فاتت ركزنا على ان احنا نبني الصفحة نفسها. النهاردة هنتعلم حاجتين مهمين جدا: ازاي نعرض محتوى خارجي داخل الصفحة، وازاي نفهم الطريقة اللي بتتصرف بيها عناصر ال HTML جوه الصفحة، لان فهم النقطة دي هيسهل علينا ال CSS بشكل كبير جدا بعد كده. اول حاجة عندنا تاج اسمه iframe، وهو اختصار لكلمة inline frame. الفكرة ببساطة تخيل ان عندنا شباك جوه الموقع بتاعك، الشباك ده تقدر تعرض عليه محتوى خارجي من مكان تاني. ده بالظبط اللي بيعمله الاي فريم. فتعالى كده نكتب اي فريم، هيظهر معانا اتنين اتريبيوت مهمين جدا. اول حاجه السي ار سي، وهو المسار او اللينك تبع الاي فريم اللي انت هتضيفه. تاني اتريبيوت وهو الفريم بوردر، سمك البوردر اللي هيظهر فيه الاي فريم. هتفهم كل حاجه كمان شويه بحاجه اسمها. طيب دلوقتي لو دخلنا على اي فيديو يوتيوب وجيت عند الشير وجيت عملت تضمين، هيظهر لك الاي فريم تبع الفيديو ده. انا علشان اعرض الفيديو دوت كاي فريم جوه الموقع بتاعي بنسخ الاي فريم زي ما هو بالظبط، وباجي في الموقع بتاعي بعمل له بيست. طيب تعالى كده نشوف الموقع ظهر بنفس الطريقه اللي ظهر فيها في قناه اليوتيوب. طبعا عندنا الفريم بوردر اهو، فلو جينا ضفنا مثلا واحد، نيجي نعمل ريفرش، هيظهر الفريم بوردر في الفيديو بتاعنا، وطبعا السي ار سي اللينك بتاعنا. فاليوتيوب بيديك الاي فريم كامل تبع الفيديو بتاعك. اشهر استخدامات الاي فريم انك تضيف فيديوهات يوتيوب، خرائط جوجل، نماذج خارجيه. طيب عندنا تاج تاني اسمه الامبيد. الامبيد وظيفته الاساسيه انه يعرض ملفات مباشره داخل الصفحه بتاعتك. نكتب امبيد دوت انتر، هنلاقي عندنا السورس والتايب. السورس زي ما عرفنا انه المسار تبع الملف اللي احنا عايزين نضيفه، والتايب نوع الملف ايه، مثلا PDF. وطبعا عندنا الاثنين اتريبيوت الويدث والهايت زي ما موجود في الاي فريم، بس طبعا الكلام ده كله بنظبطه عن طريق ال CSS، فانت عليك تعرفهم كمعلومه بس مش اكتر. العنصر ده بنستخدمه غالبا مع الملفات PDF او الملفات النصيه. كمثال جبنا ملف PDF اسمه session 1، هنيجي في السورس نكتب session، هتلاقي PDF ظهر معاك. اخر جزء وهو البلوك والانلاين. ايه هو الفرق بين الانلاين والبلوك؟ طيب دلوقتي وصلنا لمفهوم مهم جدا في ال HTML، الطريقه اللي بتتصرف بيها العناصر داخل الصفحه. البلوك element يعتبر نفسه عنصر مستقل، اول ما يظهر بيبدا ياخد سطر جديد ويحجز عرض السطر بالكامل لوحده. مثال لو كتبنا H1 وجينا كتبنا مثلا هيلو، وجينا تحتيه بالظبط باراجراف كتبنا مثلا ويلكم، هنا هتلاحظ الفرق. اول ما كتبنا ال H1 hello جت بعديها على طول الويلكم. دي نتيجة كل عنصر هيظهر في سطر منفصل عن التاني. عندنا انواع البلوك زي الباراجراف وال H1 الديف السيشن، ودول شرحناهم في دروس قبل كده. عندنا بقى الانلاين element بياخد المساحة اللي بيحتاجها العنصر فقط. عندنا مثلا تاج اللينك، لو كتبنا جواه مثلا اي حاجة وجينا مثلا من بعده كتبنا تاج السترونج، كتبنا جواه اي حاجه، هيظهر جنبه مباشره، مش هيظهر في سطر لوحده. طبعا عندنا امثله عن الانلاين، تاج الاي والسبان والسترونج والايمج، كل ده تعتبر عناصر انلاين. طيب كده النهارده اتعلمنا ازاي نضيف محتوى خارجي باستخدام الاي فريم والامبيد، وتعرفنا على الفرق ما بين العناصر بلوك والانلاين، وهو مفهوم مهم جدا في السي اس اس. طيب قبل ما تخش على الفيديو اللي بعده، جرب تطبق اللي احنا اتعلمناه النهارده بنفسك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.